سلام البنات، مرحبا بكم في قناة طاليا كويزين. جيتكم اليوم فيديو جديدة ان شاء الله تعجبكم. اذا وصفتنا لليوم من عند ماما ربي يحفظها، اللي هي رفيس تونسي، ولا احنا شاوية نقولوا لها الطمينة. هذه هي الطمينة اللي نديروها في المناسبات والاعراس يعني نديروها في كل المناسبات. اولا نبداو بالمقادير. عندنا شوية غرس ولا معجون تمر، وعندنا ثاني دقيق متوسط، دقيق القمح متوسط. اول خطوة دارتها ماما هي تحمص الدقيق، تحمصه مليح في المقلاة على نار هادئة. عندكم لا يتحرق لكم الدقيق، وعلى حسب اللون اللي تحوسوا عليه. اذا ما بغيتوش احمر بزاف ما تحمصوش بزاف، هذا اختياري. وننتقلوا للغرس ولا معجون التمر. نضيفوا له شوية مارغرين ونحطوه في الميكرو اوند، نسخنوه شوية باه تسهل لنا العملية، باه ندخلوه في الدقيق. وبعد ما نحمصوا الدقيق نضيفوا له قرصة ملح. اذا بعد ما يسخن الغرس ولا معجون التمر ندخلوه في الدقيق، نعجنوه بيدينا كما راكم تشوفوا في الفيديو. تعجنوه مليح حتى يدخل الدقيق. وكما راكم تلاحظوا ماما ما لاحتش الغرس كامل، لانه هي عينها ميزانها على حسب كيما بغيتو، يعني هذا يقعد اختياري، ما كانش مقادير معينة. وبعد ما نعجنوا مليح الطمينة نزيدوا لها زبدة دايبة. وانا في الحقيقة نشتي ناكلها هكا قبل ما نزيدوا لها الزبدة، طعمها رائع جدا. ولكن الوصفة كيما هكا نزيدوا لها الزبدة ونزيدوا نعجنوها مليح ونشكلوها كيما بغيتو. الشكل القديم تاعها هو هذا هو. وبغيتو تشكلوها في المول تاع المعمول، بغيتو ثاني تشكلوها في المول تاع سيليكون، ثاني يجي شكلها رائع وشهية طيبة. اذا البنات، اذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني باللايكات، وايضا قولوا لي في لي كومونتير، نشتي نقرا لي كومونتير تاعكم بزاف يشجعوني باش نزيد دي فيديو اخرين. وبالنسبه اللي ما اشتركوش في القناه، مرحبا بكم في اي وقت، وما تنسوش تفعلوا الجرس باه يلحقكم الجديد تاعي، ونلتقي في فيديو اخرى ان شاء الله.